ما هي الحنكة؟ مين هو المحنك؟ ويعني ايه اصلا الكلام ده؟ الحنكة دي او لقب المحنك ده لقب يعني ومصطلح بنسمعه كتير جدا مؤخرا، وخصوصا لما حد يقول رأي مختلف. يعني اول لما حد يقول رأي مختلف كلنا نقول شوف هذا مسوي نفسه محنك. ولكن يعني ايه بجد محنك؟ محنك هو يعني شخص عنده خبرة ثقيلة في مجال معين، ممكن محنك في الادب، محنك في الرسم، محنك في اي حاجة، ولكن هو شخص عنده خبرة كبيرة في مجال معين. وزي مثلا المحنك السينمائي، وهو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. فكمل الفيديو للآخر لو عايز تعرف ازاي تكون محنك. مبدئيا كده، عايز ازاي تكون محنك وانت ما عندكش تطبيق المحنكين ليتر بوكس؟ وده مش اعلان خالص، ولكن تطبيق ليتر بوكس هو المنصة الرئيسية للمحنكين، وهو تطبيق زي اي ام دي بي كده لتقييم الافلام، ولكن في بعض الفروقات. يعني ان تقييم في ليتر بوكس من 5 بدل من 10، ومن 5 كده بتحسسك كده بال وليتر بوكس تقدر تراجع عليه الافلام بالعربي، وده برضو مش موجود في اي ام دي بي. تقدر تعمل عليه ليستات، وهو تطبيق يعني بعيدا عن الهزار هو جامد فشخ وانا بستعمله. وتقدر تعمل لي فولو عليه، هتلاقيه في الديسكريبشن والانستا برضو. اعمل لايك وسبسكرايب بالمره يعني، معلش تعبناك معانا. والمهم ليتر بوكس هو المنصه الرئيسيه للمحنك، اللي هتلاقيه كل ما يشوف فيلم هيروح يقيمه ويعمل له مراجعه هناك. وعشان تكون محنك جامد وتجيب ريتش والمراجعه بتاعتك تبقى جامده يعني على البرنامج ده، تستخدم بقى مصطلحات جامده كده وقويه كده وعميقه، زي لغه الكاميرا والحبكه الدراميه وابعاد الشخصيات. اي حاجه من دي هتجيب ريتش عالي جدا، وانت كده تمام يعني. ولازم نعرف ان المحنكين نوعين، المصريين والخلايجه، وهم متشابهين جدا ولكن في بعض الفروقات. ان المحنك المصري هتلاقيه دايما عاشق لفخاد يوسف شاهين، وشايف ان السينما المصريه اجمد سينما في العالم، ولولا الامكانيات كان زماننا عدينا هوليوود. وبرضه الفرق التاني، لو انت عايز تشوف المحنك ده كده بشحمه ولحمه، هتلاقيه في سينما زاويه، فاكيد مش هتلاقي خلايجه في سينما زاويه. ركز بقى. المحنكين دايما مختلفين في المخرجين المفضلين عندهم، فهتلاقي الناس بتوع كورسوا، الناس بتوع ترافوسكي، الناس بتوع بيرجمان، الناس بتوع كيوبريك، والغلابه بقى بتوع سكورسيزي. ودول بقى يعني فاهم، لو انت مخرجك المفضل مارتن سكورسيزي فانت لسه مبتدئ، انت لسه كده غلبان ومبتدئ في الحنكه. معظم المخرجين دايما عندهم مشكله مع اتنين من المخرجين، يا اما عندك مشكله مع ده يا اما ده، وهما كوينتين تارنتينو، واللي في ناس كتير شايفين ان هو مخرج خايس وتعبان وافلامه كلها تافهه وما فيهاش جد. والتاني هو كريستوفر نولان، واللي معظم ناس كتير برضو من المحنكين دول شايفين ان نولان مخرج جامد عشان بس الانتاج بيسنده. طب يا ابني، ما هو عمل فيلم منتو بدون ميزانيه وفيلم جامد فشخ. لا. وبعدين بيني وبينك كده بصراحه، يعني دينيس فيلينوف عم نولان ده بجد يعني. ولو واحد محنك رشح لك فيلم وما عجبكش، هيقول لك انت ما بتفهمش، ويا اما هيقول لك بقى انت لا ترتقي ان انت تشوف الفيلم ده وانت ما فهمتش الفيلم اصلا. ولكن من وجهة نظري انا شايف ان مفيش حاجه اسمها مثلا الفيلم ده مش ليك، او انت لا ترتقي ان انت تشوف الفيلم ده، لان الافلام المفروض معموله لكل الامخاخ البشريه. الامخاخ البشريه. وفي اعتقاد عند المحنكين ان مفيش فيلم عدل اتعمل من بعد 2010، لا 2000 كمان. يعني من ساعة 2000 بقالنا 25 سنة مفيش فيلم عدل، وكل الأفلام بقت تجارية وقرف، والسينما ضاعت والفن ضاع. ومن أسباب كده الأجندات، يعني الأجندات دايما اللي هي مقحومة في الأفلام دي، يعني بوظت السينما وبوظت الفن. يعني مثلا عندك مثلا فيلم شانكشي، ده فيلم يعني بطله آسيوي، أجندة أكيد. طب يا ابني، طب ما هو الفيلم ده هو البطل في الكوميكس آسيوي، يعني اعمل ايه طيب؟ يعني لو غيرناه تزعلوا. يعني اعمل لك فيلم نيلسون مانديلا ابيض يعني عشان ما تقولش اجندات؟ طب ما في افلام جديده جامده يا عم، دون وفريوسا. لا، دي افلام تجاريه يا عم. افلام تجاريه ايه يا اسطى؟ يعني انت شفت الفيديو بتاع مارتن سكورسيزي وفرانس فورد كوبلا ده وماشي وراه وانت مش فاهمه اصلا. Audiences have now been brainwashed by 40 years of television. Yeah. See, it's a different frame of reference. We had the frame of reference from Hollywood's golden age. We saw movies in big screens in theaters. And we talk about, okay, let's talk about Casablanca, for example, which is a wonderful film and a great example of film coming out of the golden age of the Hollywood studios. At this point, it led a lot of studio executives to believe all you need is basically a good script. What they mean by good script is good beginning, middle, and end. Good actors who are bankable, and a good cameraman who can basically place the people within the frame properly. A director you don't really need. You do what you want, you know, and you make a good film. You make a good film. But those films, in my estimation, reflect television. Looks to film to somehow, illuminate life. And as long as a film is going to be this product that is based, that you make a film because it's like a film that was made, that was successful, then how are writers and directors and actors going to deal with the subject matter that helps interpret modern life? عايز افلام جديده وتلمس لب الحياه زي ما انت عايز كده، في باست لايفز، ذا هولد اوفرز، هيز 3 دوترز. طبعا افلام السوبر هيروز دي مقاطعه واهانه للفن واهانه للسينما، وبصراحه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مارفل.
وفي بعض المحنكين ودول بقى المتعصبين قوي مقتنعين ان المسلسلات مش فن ولا ترتقي للافلام وما فيهاش قصص تمس الواقع بصله وكلها اكشن وهري ودوبامين كده على الفاضي وخلاص. ودايما في حرب كده ما بين المحنك السينمائي والاوتاكو، يعني دايما المحنك كده مش معتمد خالص الانمي ده وبيقلل منه، لدرجه ان انا قبل كده كنت في جروب في محنكين وكده وكان ممنوع الكلام عن الانمي منعا باتا، يعني انت كنت تتكلم ولا تتكلم في الانمي. تعال بقى نفلتر كل الكلام ده واقول لك انا رايي في كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها ديت. اولا كده، هل السينما ماتت والهجص ده؟ لا، والسينما والافلام عموما مش مرتبطين بوقت، ودايما هيكون في افلام حلوه ودايما هيكون في افلام وحشه، ولكن دلوقتي اللي جاي فلوس الافلام اللي انتوا بتقولوا عليها تجاريه، ولكن في تحف كتيره مستخبيه زي ما قلت لك من شويه، باس لايفز وذا هولد اوفرز وحاجات جامده كتير جدا لو انت دورت عليها هتلاقيها. وموضوع بقى الاجندات ده، يعني هل هو فعلا السبب في بوظان السينما والكلام ده؟ موضوع الاجندات ده موجود من قديم الازل يعني، ولكن طبعا انا ضده يعني، ولكن هو مش سبب رئيسي في ان الافلام تطلع حلوه او تطلع وحشه. هل افلام السوبر هيروز مش فن؟ بصراحه انا غير متفق تماما مع المقوله دي، وعيب جدا على الملك مارتن سكورسيزي انه يقول حاجه زي كده. ولكن انا شايف ان احنا قلنا دلوقتي افلام سوبر هيروز، ومعنى ان هي افلام فهي فن، لان كل الافلام فن. وانا شايف يعني ان افلام السوبر هيروز بتقدم لك قصص جامده فشخ وبيكون يعني اي فيلم فيه عموما خيال ممكن عادي، يعني قصه تلمس لب الحياه الواقعيه ولكن بطريقه خياليه، ان انت تسرح شويه بره العالم الممل اللي احنا عايشين فيه. ودي هي ميزه افلام سوبر هيروز من وجهه نظري يعني. وفي افلام كتيره قدمت قصص عظيمه زي ووتشمان، دارك نايت، انفينيتي وور. المسلسلات والانمي فن، لان في قصص كبيره جدا ما ينفعش ان هي تتعمل افلام، فلازم نعملها مسلسل، زي مثلا جيم اوف ثرونز، قصه كبيره جدا وعالم ضخم وشخصيات كتير فشخ، فكان لازم انت تعمله مسلسل. والمسلسلات ده اللي يفرق عن الافلام، لان المسلسل بيقدر ان هو يعلقك اكتر بالشخصيات، يعلقك اكتر بالقصه وبالعالم، ومعاه وقت طويل جدا يعمل كل ده براحته، عكس الفيلم اللي معادلته صعبه ان هو يعني يعلقك بالشخصيات والقصه والعالم في ساعتين بس. فعشان كده المسلسل عنده افضليه ان هو يعمل القصص اللي هي على المدى الطويل دي، ولكن الفيلم زي ما قلت لك معادلته صعبه، فان انت تعمل فيلم حلو اصعب من ان انت تعمل مسلسل حلو. ونفس الكلام عن الانمي، يعني انا مش محبذين الانمي قوي بصراحه، ولكن في حاجات استثنائيه جامده فشخ زي اتاك اون تايتن وفينلاند ساجا، انصحكم بيهم جدا. وفي النهايه عزيزي او عزيزتي، لو في من حق كل واحد يتبنى الراي اللي هو عايزه، وانا اتبنى الراي اللي انا عايزه، وانت تتبنى الراي اللي انت عايزه. وانا اسف لو خبطت في اي حد، وكل ده كان هزار. وبقى ما تنساش تقول لي رايك في الفيديو، وتعمل لايك وسبسكرايب، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلام عليكم.